السلام عليكم، ازيكم؟ اول فيديو هنتكلم فيه عن انتروداكشن تو لوكال ال ام. هيبقى عندنا اكتر من 30 توبيك. فور ناو احنا هنا في انتروداكشن تو لوكال ال ام. ايه اللي المفروض ان احنا نطلع بيه بنهايه الفيديو؟ المفروض نفهم يعني ايه لوكال ال ام، يعني ايه ال ام اصلا، يعني ايه ويتس، امتى يبقى اللوكاليزيشن او ان احنا نلوكالايز الدنيا دي عندنا هو ده الحل الامثل بالنسبه لنا. طب نفهم ازاي ايه هي اللايرز اللي احنا ممكن نمشي عليها عشان نستخدم لوكال ال ام. كمان نعرف ايه هي المودلز، انواع المودلز اللي موجوده، كل حاجه ممكن تكون سبيسيفيك بتسقيه معينه هي شاطره فيها وهكذا. كمان نعرف الفي رام اللي عندنا والريكويرمنت اللي مطلوبه ليها وشكلها عامل ازاي، ايه اللي احنا محتاجينه وكل الكلام ده. ازاي نبدا نفهم الكوانتايزيشن ونفهم حاجه اسمها الكي في كاشنج او الكي فاليو كاشنج. الكلام ده بقى موجود في الحلقه دي والحلقه اللي جايه برده. كمان هنعرف ايه هي اللايسنس اللي عندنا، ان احنا ممكن نستعمل موديل لشباب ونكتشف ان الموديل ده بعد ما احنا عملناه ان هو ما نقدرش نستخدمه في الاغراض الكوميرشال، فلازم نعرف اللايسنس اللي احنا مسموح لنا نشتغل بيها. ونبدا نرن اول لوكال ال ام عندنا على قلامه عندنا على الجهاز. مين الناس اللي المفروض تستفاد من الكورس ده؟ يا اما ناس اوريدي هي عامله ديبلويد وشغاله على لوكال ال ام اوريدي موجوده عندها وهكذا، محتاجين بس ان احنا نعرف ايه الجديد، او الناس اللي مهتمين بالريجيليشن والكومبلاينس وناس اوريدي عندهم داتا جوه شبه الفاينانس او الهيلث كير او الجفرمنت، ناس شغالين مش مسموح لهم ان هم يطلعوا بيها بره في اي اكسترنال اي بي اي. والناس اللي هم يسمعوا الكلام ده لاول مره ويبداوا ان هم يفهموه. الطريقه اللي انا متبعها دايما بحط حاجه اسمها اكزامبلز عشان بس نقدر نسيميوليت الكلام ده از بزنس فاليو، ازاي الكلام ده ممكن يفيدنا. عايزين نعمل لبانكينج سيستم مثلا، وان ازاي البنك ساعتها محتاج لو هو عنده دوكيومنتس ان احنا لوكالايز موديلز عند البنك، نجيب كلاستر جي بي يوز. في النهايه احنا ما نقدرش نطلع بالكلام ده بره. اول حاجه لازم نفهم ايه هو اللوكال ال ام. خليني احكي لك قصه بسيطه اغلب الناس اللي شغاله في الماركت كده عدينا بيها كلنا. في العادي احنا ممكن نستعمل الاي بي ايز اللي بتقدمها لنا اوبن اي اي، بتقدمها لنا اوبن راوتر، بتقدمها لنا جروك، بتقدمها لنا كلود، وات ايفر مين هو البروفايدر اللي هيدينا الاي بي اي بتاعه. وكنا بنحاول نبني السيستم بتاعنا والاوركستريشن بتاعنا، وازاي احنا هننظم الفلو، ازاي هنعمل ميموري، ازاي هنعمل فيدباك لوب، ازاي ايجنت هيتعلم من نفسه، ازاي هيكلم داتابيز. كان كل ده شغل الشاغل بتاعنا، لان احنا ساعتها بنبقى عارفين ان الهيدك او الشغل بتاع المودلز احنا كده كده اوريدي واخدين مودلز قويه، هتبقى خلاص انت شايل هم بس الفلو او الكود نفسه هيبقى ماشي ازاي، لكن ما بتحطش في بالك حته الموديل دي. لكن لو جينا في كيس معينه، والكيس دي انا بحاول اقول لك فيها ان احنا مثلا شغالين على داتا فاينانس، وانت معاك مودلز لوكال مودلز وتبقى سبيسيفيك بتسكات معينه، ناس عامله لها فاين تيوننج على هايجنج فيس مثلا على حاجات معينه، الموديل دي لما تبقى عندنا لوكال والكلام ده كله، ساعتها هتبدا تفكر لا انت مش محتاج اي موديل وخلاص، انا محتاج موديل مساحته تكون مناسبه بالنسبه لي، الجي بي يو اللي عندي يكون مناسب معاه. ابدا افكر هو الموديل ده حجمه عامل ازاي، كام واحد هيستخدمه. طريقه التفكير دي هتبدا تفكر فيها لما تبقى اوريدي الموديل معاك، الموديل نفسه بتاعك. لو فصلت الانترنت دلوقتي وشلت الكابل بتاع النت، قفلت الواي فاي، الموديل بتاعك لسه تقدر تساله ويقدر يجاوب عليك. وده مجموعه من الموديلز اللي موجوده عندي اوريدي ان انا اقدر استخدمها، دي الموديلز اللي عندي. نفهم بقى ايه هو ال ام عموما او شكله عامل ازاي. خلينا نفهم ان ال امز عموما فكرتها انها بتقدر تجنريت النكست توكن اللي على الدور، تبريدكت واتس نكست توكن. انت بتديها كلام، الكلام ده بتفهمه، تفهم ايه الجمله اللي عليها الدور. وليتكلم عن كايرو، اوكي، فهتكتشف ان كايرو دي ليها علاقه ما بينها وبين ايجيبت، يبقى ممكن متوقع اللي جاي بعد كلمه ايجيبت. انا بديك حاجه فور اكزامبل ان هو ما بيقدرش يفهم الكلام كله مره واحده، لا هو بيقدر يفهم توكن توكن، ويقدر بناء على الفهم ده يقدر يجنريت لنا توكنز وهكذا. طيب مين بقى اللوكال ال ام؟ قال لك هو ايه ال ام؟ انت اللي معاك الويتس بتاعته، انت اللي منزل الويتس دي. نفهم دلوقتي عن ايه ويتس وايه فائدتها وشكلها عامل ازاي، بس عشان تبقى فاهم ان الموديل في النهايه دي اركتكتشر، البناء بتاعه، الهيكل بتاعه. والشركات بتصرف فلوس كتير قوي في الجي بي يوز، وبتصرف فلوس كتير قوي، ملايين، وداتا سنترز، كهرباء كتير وحاجات كتير. كل الكلام ده بيصرفوه عشان الويتس دي، عشان الموديل يبدا يتعلم طريقه الكلام وازاي يربط الكونتكست ببعض. كل الكلام ده اسمه ويت، النولج بتاعته الكلام ده كله اسمها الويت. الكلام ده كله كمان انت هتعمله عندك لوكالي على اللابتوب بتاعك، على السيرفر بتاع الشركه بتاعتك، على الكوبرنيتس بتاعتكم لو عندك كلاستر، حتى لو هتشتغل على داتا سنتر موجود. يبقى مفهومنا العام كده يعني ايه موديل. الموديل ده مجموعه من الويتس وفي اركتكتشر مبني اوريدي، وبنحاول نتعلم الويتس دي. طيب اللوكال ال ام بقى ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الويتس انت بتنزلها عنده وبترنها عنده، وانت اللي متحكم في كل حاجه في الموديل، وانت عارف الاركتكتشر بتاعه، وانت. طيب عشان نقدر نشوف كده حاجه بسيطه، حاليا لما بتيجي تنزل الموديل ده عندك او تعمله داونلودنج، يا اما بتنزل فايل بتاعه اللي هو الجي جي يو اف، او حاجه اسمها السيف تنسورز. الفرق بين الاثنين كده ببساطه، السيف تنسور ده اللي بيبقى فيه كل الويتس او الارقام او التنسورز او الفيكتورز اللي موجوده عند الموديل. فاحنا نحاول احنا نلعب في النولج دي، يبقى من ضمن الحاجات اللي ممكن نستعمل فيها السيف تنسور ده الفاين تيون. طيب الجي جي يو اف، الجي جي يو اف شبه الحاجات بتاعت اولاما يعني، وليكن ممكن لو احنا جينا هنا كده وقلنا ان احنا ممكن نشوف اولاما موديلز اللي عندنا، بص الموديل ده جي جي اي يو اف. طيب يبقى ده الطريقه اللي احنا ممكن نستعملها باولاما. الموديل في النهايه بينزل لي بالايه، بالاكستنشن ده. قلنا خلاص ان احنا كمان
بنتحكم في الجي بي يو بتاعتي كلنا عندنا، ونقدر نتحكم في الايه، في اللايف سايكل. ايه هي الويت وفايدتها ايه وبتاثر علينا بشكل ازاي، وايه اللي هيحصل الويت دي قلت، حصل لها كوانتيزيشن، وكل الكلام ده. مثال بسيط خالص اللي محطوط هنا، وده ابسط مثال للناس اللي اتعلمت ماشين ليرنينج. في زمان كان في حاجه اسمها ايميل ريجريشن، في بروبلم مشهوره قوي اللي هي اسمها هوست برايس بريدكشن، وهو ان احنا نديك معلومات عن البيت، او ان انت تبريدكت ايه هو سعر البيت ده. تمام. A weight is a single malleable number inside neural network. حلو قوي. يبقى هو رقم الموديل بيحاول يتعلمه، وليكن لو هنستعمل أولامة 3.18 بليون، ده معناه ان هو عنده 8 بليون او 8 مليار ويت هو بيحاول يتعلمه. 8 مليار رقم هو بيحاول يتعلمه، كلهم متلازقين عنده. طيب اديني مثال بسيط ابدا افهم بيه الدنيا. لو انت عندك داتا عاديه كان فيها مساحه البيت، مكانه، التفصيل عنه، والسعر في النهايه، وعندك مثلا مليون بيت ترين عليه عشان نقدر نبريدكت البرايس الحقيقي، كان في ايكويشن اللي اسمها السايز، واحنا بنحاول نتعلم الدبليو 1 والدبليو 2 اللي هي الويت. لا، يبقى انا ممكن ابدا باي ويت فور اكزامبل يعني عشان نبسط الدنيا، وابدا اوري الموديل بتاع الداتا هيفهم ده انا كان المفروض الدبليو 1 دي تبقى عامله ازاي، والمفروض دبليو 2 دي تبقى عامله ازاي. وليكن فور اكزامبل هنا مثلا دبليو 1 تبقى 250، دبليو 2 تبقى 50000. هم دول الويت، هم دول الارقام اللي الموديل حاول يتعلمها. نفس الكلام ده في الموديلز بتاعت أولامة، نفس الكلام في اي موديلز في الدنيا. هو عنده ويتس وهو بيحاول ان هو يتعلم من الويتس دي، او يحاول يفاين تيون في الويتس دي ويغيرها بحيث ان هو يقدر يبريدكت لنا كلام او يتعلم مننا كلام. بلاكس كلاب بقى الكلام ده نفس الكلام ده اللي احنا قلنا أولامة عندنا 8 بليون عندنا، ده معناه ان ال 8 بليون دول احنا بنحاول نتعلمهم. عندك في 32 لاير فتبقى يعني، بس المهم بيقول لك في النهايه ايه، ان انت عندك سطور كتير ككود اركتكتشر مبنيه باتوش، بس ميتا او فيسبوك دفعت فلوس كتير في عمليه الليرنينج او الفاين تيونينج. تمام. اكد اول الحته دي انت كده فهمت ان الويتس دي وانس ان انت عملتها داونلود عندك وجبت الموديل معاك، فالويت دي او الويتس دي خلاص هو دلوقتي دي النولج بتاعت الايه، الموديل بتاعك. لو انت عملت فاين تيونينج على الويتس دي يبقى انت غيرت الموديل بتاعك من حاجه ان هو بيعرف يعمل حاجه معينه يعرف حاجه ثانيه. يبقى مفهومنا دلوقتي عن ويتس دي. فور اكزامبل مثال بسيط كده، ان انت عندك هنا مثلا لو الانبوت بتاعك ذا كات سيت اون، فالويتس اللي عندك اللي هي الزرقاء اللي قدامك دي هي دي الويتس اللي هو اتعلمها وفهمها، وفهم ان لما تكتب كلمه ذا كات سيت اون المفروض اللي بعدها كلمه مات. ايه الفرق ما بين الموديلز اللي اوريدي هوستد عند اوبن اي اي والحاجات اللي احنا ممكن نرنها عندي هنا، شبه زي ما قلت لكم الحاجات بتاعت أولامة اللي عندي هنا، واللي هي مثلا وشبه الموديلز اللي موجوده عندي هنا؟ قال لك والله هوستد الحاجات اللي اوريدي موجوده عند أولامة، او الحاجات اللي موجوده عند اوبن اي اي، انت بتبعت البرومبت، تبعت له عن طريق الانترنت، هو عنده الجي بي يوز بتاعته، يرن، يفهم، يديك الريسبونس. بس نستوب هنا، كل الحركه دي كده انت بتبعت البرومبت وبتاخد الريسبونس من مين؟ من الاي بي اي اللي راجع لك. طب لو انا عندي لوكا ال ام، قال لك لا، اللوكا ال ام البرومبت بتاعتك انت هتبعتها، لكن هترن على الجي بي يو بتاعتك انت، هترن على الرام بتاعتك انت، والريسبونس هيرجع. وخلينا ندي اكزامبل بسيط خالص شبه ده. ولو انا هقول أولامة رن الموديل ده مثلا، فهتلاقي هنا هو بيحاول يرن على الجي بي يو بتاعتي. طبعا في كورس هيبقى كامل لأولامة، ولكن انا بحاول ان انا اربط الكلام ده بالثيوريتيكال يعني بحاجه عملي. وليكن هاي ماي نيم از جلال، اي حاجه عارف يرد عليها تمام والدنيا ايه زي الفل. نفس الكلام ده عشان نتاكد برضو، لو جينا نشوف هنا تلاقي ان الجي بي يو بتاعتي الجي بي يو 1 اللي هي الانتل، وهنا عندك الجي بي يو 0 اللي هي بتاعت نيفيديا. بص كده هتلاقي ايه حصل هنا، ايه كونسيوم. طب لو تعالى كده مثلا تيل مي ستوري اباوت ايجيبت مثلا، وخلينا نبدا نشوف هنا ايه شكل الجي بي يو دي ممكن يبقى عامل ازاي بعينه بتاع. هو بيحاول هنا بص هتلاقيه بدا يعلى وبيحصل هنا كونسيومينج، او هنا بيشتغل ايه على الجي بي يو الايه اللي موجوده معاه. وهو ده الفكر، اللي هو هنا بيبدا يستعمل الجي بي يو بتاعتنا في ان هو يبدا يرن خلاص المودلز دي. انا ستوب بس عشان بدل ما استعمل او بي اس وهو بيستعمل الحته دي. طيب يبقى كده فهمنا الفرق ما بين الاثنين. طيب في هنا حاجه عاوزين نفرق فيها شويه. تلاقي حد يقول لك ايه، انا مستعمل مودلز من اوبن راوتر، اوبن راوتر بتدينا مودلز فري ويتس او اوبن ويتس، هنفهم معناه ايه دلوقتي، وليكن موديل بتاع الديب سيك. ولكن انا في يقول لك انا بستعمل هنا موديل لوكال، او بستعمل هنا موديل فري. فرق ما بين فري وفرق ما بين لوكال بقى، عايزين نفهم الحته دي كويس. لان انت ممكن تكتشف فجاه يقول لك ايه، والله موديل جاما فور اكزامبل 400 بليون، الموديل ده فري، فانت تنبسط تقول بقى هرن الكلام ده عندي. مش هتعرف ترنه عندك، الكلام ده محتاج داتا سنترز كبيره وكلاسترز جي بي يوز. فرق بين الاثنين، لوكال يبقى انت بترن على الجي بي يو بتاعك. اوبن ويت هي شبه الموديلز اللي بتقدمها لنا اوبن راوتر. اوبن راوتر بتقدم موديلز باي او موديل شبه اوبن اي اي وكده، وتقدم لنا موديلز فري شبه الموديلز الصينيه. بس انت بتستهلك الجي بي يوز بتاعت مين؟ بتاعت اوبن راوتر.
برضه بتتكلم اوبن راوتر عن طريق اي بي ايز. هنا ما تقوليش لوكال، هنا ما تقوليش لوكال، لا انت برضه في النهايه لسه تعمل اي بي اي بتاعتك تخرج بره تروح وات ايفر بتروح لمين، بس في النهايه الداتا بتطلع من عندك ليهم. هنا بيقول لك ما تقولش كلمه ران لوكال دي الا وانت ايه الويت نفسها معاك والداتا ما بتطلعش بره. ده اللي احنا قلناه هنا فوق، ان لو هي لوكال فالجي بي يو بتاعتك لو انت ايه بوست اي بي اي فانت بتطلع للجي بي يو بتاعت الفندور. ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلينا فعلا نرن حاجات عندنا لوكال؟ تمام. وعاوزين هنا نفهم ان في حاجات ترندي، يجي يقول لك ايه احنا الناس كلها مثلا فور اكزامبل متجهه مثلا ان احنا نلوكلايز الدنيا، لا احنا لازم نلوكلايز، احنا متجهين لكذا لازم كلنا نمشي ورا الترند. فلا احنا لازم نفهم الاول هو ايه انسب حاجه لينا او للكيس بتاعتنا او الاسباب اللي تخلينا نرن الحاجات دي عندي لوك. اول حاجه احنا قلناها فوق، لو الداتا اللي عندك دي ما ينفعش تطلع بره، الداتا دي داتا برايفت ما تقدرش تطلع بره. كمان حاجه الكوست، زي ما قلت لك انت ممكن تكتشف ان انت قاعد تهلك اي بي ايز وتحرق توكنز بفلوس، مع انك لو خدت التاسكس كلها عندك ورنتها عندك وجبت جي بي يو ليك ولوكلايز الدنيا دي كلها عندك يبقى ارخص لك. كمان تاني حاجه الريت ليميتس، خلي بالك ان في انت محكم في النهايه بقيود او كونسترينز بتديها لك الشركات دي. انت في النهايه برضو انت اوير انت تحت رحمه اوبن اي اي هو البروفايدر بتاعك، بس اي حاجه انت تتاثر. يجي يقول لك مثلا ايه انت مسموح لك انك ترن مثلا 300 كول في الدقيقه، اكتر من كده يقول لك لا لازم تستنى ايه الريت ليميت وحاجات كده كتير. كمان حاجه لو انا عاوز افاين تيون، انا وليكن انا عندي تاسك كده انا مستعمل فيها ال ام عشان اديله اكس ويديسكرايب اكس ده ليا بشكل معين، بديله تكست وانا طالبه ان هو ديسكرايب تكست ده ليا بشكل معين، وعندي داتا اقدر اعمل بيها فاين تيوننج او اقدر اجيب داتا اقدر اعمل بيها فاين تيوننج. خلاص الفاين تيوننج ده مش هتعرف تعمله الا على موديل تكون لوكال عندك او موديل تكون خفيفه ان انت تقدر ايه تعمل لها فاين تيوننج وتبدا تكوانتايز فيه، تقدر تقلل من حجمها. هنعرف تحت الكوانتايزيشن كمان مهمته ايه. كمان في كيسز ثانيه ان يقول لك ان البي سي بتاعك او السيرفر بتاعك مش هيتصل بالنت، في حاجات معينه ممكن تجبرك على كده، ان يقول لك لا خلاص يا باشا انت ما فيش انترنت هتوصل بالجهاز ده، اتصرف على كده. كمان حاجه ودي يعتبر حاجه بديهيه بس بنتكلم فيها، ان لوكال مش معناها سكيور باي ديفولت. لوكال ال ام اللي معاك ده هو ده اللي ما بقاش يطلع يتكلم اي بي اي بره، خلاص بقى عندك، لكن لسه الفلو كامل بتاع السكيورتي وبتاع الفايرولز بتاعتك وبتاع كل حاجه انت المتحكم فيه. معنى ان لوكال ان كل السيرفيس بقت خلاص سكيور، لا انت عادي بتاخد الدوره العاديه بتاعتك او الباس بتاعك الطبيعي اللي انت تخلي الكود بتاعك سكيور ايه اكتر. اهو ده مثال بسيط خالص اللي كنت اتكلمت عنه، بيقول لك لو انت عندك مثلا البنك ده بيجي له 50,000 ترانزاكشن ديلي، هو بيحاول يعمل حاجات لها علاقه بسيل الاموال، وفي الاخر ان هو بيحاول ان هو يكلاسيفاي البتاعه دي او الديسكريبشنز دي لواحده من دول. لو الكلام ده كان نحسبه هنلاقيه بيكلف البنك $36,500 فري. خلي بالك من حاجه، دي بتطلع فين؟ بتطلع لامريكا او بتطلع ليو اس 4، بتطلع لاوبن اي اي، وده ضد الكومبلاينس اللي موجوده وضد الريجولاتورز اللي موجوده وضد كل الرولز اللي البنك حاططها او اللي الحكومه اوريدي حطاها. ساعتها في الحال ده انت عندك الجي بي يوز دي ار تي اكس مثلا وتلوكال الدنيا دي كلها عندك. طيب ايه الفرق ما بين التريننج وما بين الانفيرنس؟ وخليني ناخد كده شويه في الحته دي. يقول لك مثلا احنا عندنا مثلا موديل 70 بليون، احنا عاوزين جي بي يو حجمها مثلا فور اكزامبل 10 ار تي اكس 4090. ليه؟ قال لك عشان الموديل ده كبير جدا عشان نعمل له تريننج. لا انت في مرحله البرودكشن او مرحله ان انت بتاخد الموديل ده تستعمله على طول، انت مش بتستعمله في التريننج، بتستعمله ان هو يسيرف عليك او ان هو يبريدكت او ينفيرنس عليك. بيبقى في ايه؟ في حته الانفيرنس. طيب ده معناه ايه؟ كان في اكزامبل حلو قوي انا حطيته هنا، كان بيتكلم عن المذاكره وانا حابب قوي ان انا اذكره عشان نفهم بيه بس الاساسيات او البديهيات دي ممكن توصل بينا لايه. لو انت مثلا طالب ثانويه عامه عندنا في القاهره في مصر وبتحاول بقالك سنه بتذاكر الثانويه العامه بتاعتك او المواد بتاعتك، ده كل الوقت بتاع التريننج بتاع الليرنينج انت اتعلمت فيه، بس بتيجي يوم الامتحان انت مش مطالب تقعد سنه عشان تجاوبني على سؤال، انت خلاص اتعلمت وفهمت ودماغك حصل لها ليرنينج وخلاص بقى الويت في دماغك. ونتكلم بقى بلغه الموديل، يبقى خلاص الويتس اتعلمت، دورها دلوقتي انها بس ترد عليا. فانا هنا مش محتاج الجي بي يو اللي معايا او مش هفكر ان انا لوكلايز واروح اجيب جي بي يو عشان اترين. التريننج ده والفاين تيوننج ده حته ثانيه خالص. لكن احنا في البرودكشن او احنا بنستعمل الموديلز عادي في ايه دلوقتي؟ ان احنا خلاص جنريت لينا الريسبونس بتاعتنا او الاجابات اللي احنا عاوزينها. ده نفس المثال اللي انا ذكرته هنا عشان نبقى فاهمين ان التريننج احنا بنعلم الويتس وبتفهم، لكن في حاله الانفيرنس لا احنا خلاص بنستعملها على طول وهنفهم ده الكلام ده ليه بذكره بالطريقه دي. طيب كمان خلينا ناخد حاجه شبه الكوست. هنا 50 مليون هتكلف كتير جدا، دي الفلوس اللي دفعتها اوبن اي اي او اللي دفعتها قصدي ميتا، لكن انت هنا هتستعمل الكلام ده كله على طول. حجم الميموري اللي انت محتاجها هنا عامل ازاي وحجم الميموري هنا عامل ازاي؟ انا مش محتاج كل الميموري دي، انت مش محتاج كومبيوتنج عالي ان انت تقدر تعدل في الويتس، لا انت محتاج على طول ان انت تيوز الحاجه دي كود بباي تورش على طول. دي مرحله التريننج، ودي احنا كنا بنمسك الموديل زمان
وبنعمل له تريننج، وبنشوف مين الاوبتمايزر بتاعنا، نديله الداتا يتعلم منها، نعدي على الداتا دي واحده واحده. اتعلمت تمام، فهمت اخطائك، خش على الاوبتمايزر، عدل الويتس بتاعتك، وارجع تاني اتعلم وتعلم وتعلم وتعلم. لكن بنيجي عند لحظه معينه خلاص انت اتعلمت، انا هستعمل الويتس دي على طول، ويلا انا هديك اليوزر برومبت بتاعتي وتعلم واديني الريسبونس. ليه الحته دي مهمه عايز اتكلم فيها ولازم كتبتها بالشكل ده؟ عشان هنبدا نخش قدام في ان احنا نبدا نبص للويتس وحجمها والكلام ده كله، ونقدر نغير فيها واحنا مش خايفين. تمام؟ امتى؟ ما اروحش ارن له السلايد دي محطوط عشان الهايب بتاعت الترند وبتاعت الحاجات دي نهدها شويه. وليكن تعال نفترض ان انت شركه عندك 5 يوزر 10 يوزرز كل يوم بيخش يعملوا كول ويطلع، ومفيش اي داتا سنسيتيف داتا، او مفيش اي داتا فيها اي نوع من انواع البرايفسي، والداتا كلها ينفع عادي تطلع عادي على الاي بي اي، وهم 10 20 كول هتحصل في اليوم، او ريبورت شهريا بيطلع. في الحل شبه دي الناس كلها بتروح لحته اللوكال. انت احسن حل ليك ما تعملش لوكال، تعمل لوكال ليه؟ مكلف ليك اكتر انك انت تسيرف الجي بي يو وتشوف حد يستول ليك الدنيا، ويبقى خلاص بقى حد قاعد لها لو حصل لها مشاكل. كل الكلام ده انت في غنى عنه، الكيس بتاعتك صغيره تمام، فانت مش محتاج تروح تعمل حاجه شبه دي. فباذن الله الكيس بتاعتك والبيزنس والفلوس اللي هتندفع، لا نفكر هل الحاله دي احنا عندنا حاجات داتا فيها برايفسي عاليه؟ لا. طب احنا عندنا مثلا توكنز كتير هيحصل لها هدر او كونسيومينج كتير؟ لا. خلاص ما نروحش اللوكال. كمان حاجه، لو انت البيزنس بتاعك محتاج ان انت كل يوم تاخد الابديتس بتاع اللي بتقدمها جي بي تي او اللي بيقدمها كلود، اي ابديتس بتظهر جديد انت عاوز كل يوم تبقى ابديتد، الحاله شبه دي انت عاوز فعلا تتعامل مع الاي بي اي دايركت. مكتوب هنا ان المودلز قربت توصل لبرفورمانس معقول في التاسكات بتاعتنا اللي احنا بنستعملها، تضاهي يعني الكلود سورس. المودلز الفري بدات توصل ليه. كمان حاجه، انت عندك وضع مش ستيبل، انت لسه بتجرب، فمش اول مره ما تيجي تجرب تقول بص احنا اول حاجه نجرب على جي بي يو. المشاكل اللي هتقابلك في الكيس بتاعتك، خاصه ان اغلب الدنيا دلوقتي شغاله بي او سيز وبتاع، المشاكل اللي هتقابلك في الاول انت في جنيه عمل حد ما تبني فكرتك وخلاص شايفه الناس ستيبل، خلاص ابني بعد كده الدنيا بتاعتك على ايه؟ على لوكال ال امز. وان كان انت ممكن تستعمل نفس الموديل ده، ودي كيس اوريدي تعرضت لها، هتبني الكيس بتاعتك او بتفكر يعني في البيزنس بتاعك ان انت هتشتغل الداتا اللي عندك على موديل وليكن لاما 3.2 مثلا 32 بليون، بس انت عاوز تبني وتظبط شغلك عليه، بس انت ما عملتش جي بي يو دلوقتي. لما تروح عند الكاستمر قال لك هجيب لك انا جي بي يو، في اللحظه دي ممكن تستعمل اوبن راوتر نفس الموديل، تروح تجيبه تستعمله عادي عشان البرومبتس بتاعتك وعشان الفلو بتاعك يبقى قائم على الموديل ده. فانت خدت حته الموديلز فري، بس عشان تلوكلايزه بقى عنده هتروح تاخد كل السيستم بتاعك ده وتلوكلايز نفس الموديل ده عند الراجل. بس انا بتكلم ان انت فور ديفلوبمنت، يعني لو انت عاوز تجرب الموديلز دي. طيب احنا قلنا هنا ان احنا ممكن نستعمل كمان هايبرد ابروتش. في بعض من الحالات ممكن تكتشف ان انت عندك كيسز ممكن تعمل لها فاين تيوننج وتستهلك توكنز كتيره، فانت عملت موديل وعملت له فاين تيوننج وحطيته عندك اون بريم، وفي تاسكات معينه ممكن تطلع عليها مثلا حاجات شبه اوبن اي اي، فعادي ممكن الابروتشز الاثنين دول يشتغلوا معاك. لان احنا الحته دي قوي دلوقتي وخلينا نقدر نفوكس فيها اكتر. حاليا انا بستعمل الاي بي ايز مثلا بتاعت اوبن اي اي وشغال عادي. اول ما هتجي سكاي اعمل تشات بوت، اعمل راك سيستم، احنا عندنا مالتي ايجنت سيستم هنعمله. احنا هنفكر في الابلكيشن اليوز كيس بتاعتنا كده نبنيها، واقصى حاجه هنوصل لها ان احنا ده احنا هنبنيها بلانج تشين، ولا هنبنيها بلاما اندكس، ولا هندخل لانج جراف، ولا نعمل برومبت اوبتمايزيشن بديس بي اي واي ونستعمل جيبا. انت بتفكر لسه على مستوى الكود وانت ازاي توركستريت وتبني السيستم بتاعك. بس انت بجينا خلاص الموديل انت بتستعمله من اوبن اي اي وخلاص، تعالوا نقول احنا ايه قفلنا الحته دي. وكمان لو هتعمل ديفلوبمنت شويه ممكن تستعمل ايه كمان حته زي في ال ام او الكلام ده. لو الموديل عندك تبدا تفكر في اللايرز دي كلها، ابدا افكر في الهاردوير اللي معايا. وانا الناس دي او البيزنس بتاعي، ودي كلمه برضو سينك كل الناس اللي شغاله في الماركت تبقى اوير بالمشاكل اللي احنا بنعدي بيها. احنا بنبني توقعاتنا على حاجات اوريدي نعرف نجيبها. يعني انت ما تروحش تبني الكيس بتاعتك وكل حاجه على موديل انا عارف ان انا عشان اروح ارن عند حد او ارن عند كاستمر هيكلفه $1,000,000، ما اروحش ابني الكيس بتاعتي كلها على حاجه شبه دي وانا عارف ان الراجل ده مش هيجيب لي الجي بي يوز اللي بالسعر ده. احنا في الاول نفهم هو احنا الجي بي يوز او الكيس اللي عندنا والجي بي يوز اللي متاح علينا والبادجت معانا عامله ازاي. ده احنا محتاجين والله ار تي اكس 4090، لا نعرف نجيبه، لا ما نعرفش نجيبه. طب بيز دون عرفنا نجيبه وما نعرفش نجيبه، نعرف نختار المودلز اللي عندنا. لا ده احنا نستعمل بقى لاما بالجروب ده مثلا اتنشن، او لا او ممكن نستعمل مستر عشان مش عارف ناخد ام او اي، او ممكن نستعمل كوين. فهنا بيزد اون الهاردوير اللي معاك، الانفراستراكشر اللي معاك، الدنيا كلها عامله ازاي، البادجت عامله ازاي، نقدر نشوف ايه الجي بي يو المتاحه، نبدا نشوف ايه المودلز اللي ممكن نستخدمها على الكيس بتاعتنا. انا قلت لك ممكن يكون اوبن اي اي وليكن شاطر في انه يفهم عربي وانجليزي ويترجم ويعمل كل حاجه، بس لو جينا هنا نكتشف ان كوين تغلب لاما مثلا او مستر، فلازم كمان نبدا نفهم ان احنا نختار موديلز محدده شاطره في الحاجات اللي احنا بنفكر فيها.
كمان ازاي هنقدر ان احنا نستعملها في الران تايم بتاعنا او في الانفيرنس ران تايم، هل لما سي بي بي ولا ايه نظامنا. هنشوف طبعا كل الابروتشز دي في الفيديوز اللي جايه، بس انا قصدي هنا هتظهر لك لايرز انت ما كنتش بتفكر فيه، وهظهر لك مشاكل اكتر دلوقتي، مشاكل شبه وليكن تعالى في اكزامبل انا حاطه، انا ليه ال ام بتاعي بطيء؟ ليه الريسبونس بتاعته بطيء؟ في العادي احنا كنا عارفين بنستعمل الحاجات بتاعت اوبن اي اي، فكنا خلاص كل تفكيرنا اكيد في مشكله في الفلو بتاع لانج جراف، في حاجه غلط، في حاجه بتضرب، في حاجه بتكيش غلط، في اي مشكله عموما انت بتفكر فيها، انت تفكيرك دايما في لاير 5 ولاير 4. طيب بعد لما بقيت انا خلاص بتحكم كمان في باقي اللايرز اللي هي لاير 0 ولاير 1 و2 و3، لا ده انا هنا كنت في العادي كنت ممكن اروح اشوف الحاجات بتاعت لانج تشين، اشوف البرومبتس عامله ازاي، اشوف الكونتكست اللي ده كان عامل ازاي، حجم الكونتكست ده قد ايه، الموديل قادر يفهمه ولا لا. دي كانت التفكير الاولاني. لكن دلوقتي بما ان انا دلوقتي بتحكم في كل حاجه، لا اقدر اشوف بقى الهاردوير بتاعي ممكن يبقى هو المشكله، ممكن الاقي الانفرنس تايم بتاعي هو اللي فيه مشكله، الران تايم بتاعي فيه مشكله، فنبدا نبص ان الفي رام اللي عندي برده حجمها عامل ازاي. طب هل احنا بنتعامل مع الكاشنج صح اللي هو الكي فاليو كاشنج ولا لا؟ هتبدا تبص لمشاكل ثانيه، لان خلاص انت بتتحكم في الايه، في السايكل كلها. طيب في المودلز اللي بتستعملها او في الليدر بورد اللي موجوده، يعني هتلاقي فاميليز او عائلات كتير قوي من المودلز بتقدم الشركات شبه ميتا، شبه ميسترال، شبه علي بابا، مايكروسوفت وجوجل بتقدم حاجات وهكذا باحجام مختلفه، وهنعرف الاحجام دي نستعملها امتى وامتى ما نستعملهاش خالص وكل الكلام ده. طيب هتلاقي مثلا موديل شبه بتاعت لاما 3 ولاما 4 اللي بتقدمها ميتا، هي شاطره في الجنرال بيربس مثلا، وفيها حاجه اسمها 3.x دي دينس، ولما 4 دي ام او اي، هنفهم ايه هو الام او اي. ويقول لك لارجست فاين تيونينج سيستم، ممكن كمان نعمل لها ايه، فاين تيونينج، في منها احجام كبيره. ميستر كمان ممكن نشوف فيها ان هي برضو ماسكه نفس الحاجه، فيها برضو ام او اي. مثلا كوين شاطره في حاجات لها علاقه باللغات، هتشتغل عربي، تشتغل صيني. المودلز دي الويتس بتاعتها شافت داتا كتيره، اتعلمت اللغه وفهمت اللغه وكل الكلام ده. يبقى انا هنا ببدا ابص على الهاردوير، خلاص بقى الاوركستريشن والابلكيشن دي انا كده كده ككود بعمله، بس ابدا اشوف هنا الهاردوير اللي عامل ازاي، الموديل اللي هستعمله عامل ازاي، فابدا افهم ان انا محتاج والله وليكن فور اكزامبل تسكاي هنا مثلا انت محتاج تشتغل على حاجات لها علاقه مثلا بداتا عربي، داتا انجليزي مثلا، انجلش مثلا. مين هنا اشطر حاجه؟ كوين. انت ممكن راح تستعمل لاما، لا ما يكون هنا اشطر في حاجه شبه دي، يعني باي ديفولت هي اوريدي معموله تريننج على الحاجات دي، فهي احسن لك في الايه، في الحته دي. فنبدا نفهم ان الجنرال بيربوس او ان احنا نجيب بقى اي موديل وخلاص ويرن على طول، لا مش هيبقى كويس شبه ان احنا نروح نجيب موديل متعلم عن حاجه اللي احنا عاوزينها بالظبط. وطبعا الموديل دي كلها بتتغير في الليدر بورد مثلا في هاجنج فيس، الموديل دي كلها بتطلع وبتنزل، ولكن نفس المعنى. فهمنا ان احنا هنسيب الاي بي ايز، هنروح نشتري هنروح نشتري جي بي يوز، نستعمل جي بي يوز مثلا من عندنا، هنجيب جي بي يوز نوصلها عندنا او داتا سنتر، او نستعمل حاجات من كولاب، نستعمل انهي موديل وحجم الموديل ده عامل ازاي. خليني اقول لك ان دي هتبقى الكيك اوف بتاعتنا، او تعال نقول ان احنا دي الستارت بوينت بتاعتنا، ان احنا هنبدا نتكلم شويه عن الهاردوير، ولكن هيبقى الفيديو اللي جاي يعني سبيشالايز اكتر في حته الجي بي يوز وكده. بس انا عاوز من اول الفيديو ده نفكر في الموضوع ده مع بعض. موديل 1 بليون ده او 8 بليون او 70 بليون او 400 بليون، هو 400 بليون ده مش بيرن عندي ليه؟ اللي عندي مش بيخليه يرن، تمام؟ وليه 1 بليون بيرن وال8 ما يرنش وهكذا. نبدا نفهم ايه هي لعبه الايه، الجي بي يو اصلا عموما. بص الجي بي يو عموما عشان تيجي تسيب فيها حاجات بتتكون من ايه؟ من 3 حاجات. اول حاجه الموديل ويتس اللي عندك، خليني اثينك ان في ايكويشن ممكن نبص عليها هنا هيت، بياخد عندك الموديل ويتس وحاجه اسمها الكي في كاش، وهنشوف ايه الكي في كاش ده. بس هنفترض مثلا وليكن فور اكزامبل ان انت مثلا عندك موديل، الموديل ده 8 بليون 20 بليون 50 بليون وات ايفر، عامل ازاي. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك يو نيد انف فيديو ميموري فول، انت عاوز اوريدي جي بي يو تكفي تاخد الويتس وتاخد جنبها الكي في كاشنج ده. طيب وكمان عاوز واحد يجي يعتبر زي بفر او اوفر هيد. طب ايه يا عم الكلام ده؟ عشان بس نبدا نفهمه عايزين نتك على حاجه صغيره او نتكلم مع بعض على حاجه صغيره. الموديلز اللي بتنزل، الارقام اللي انا شرحتها لك دي بتتكتب في بايتس، تمام؟ خليني اشرح لك حاجه. وليكن انا هنزل مثلا موديل مثلا لاما، الموديل ده مثلا فور اكزامبل 8 بليون. 8 بليون دول اللي هم 8 مليار رقم متسيفين عندي في 2 بايتس، تمام؟ البايت الاولى 8 بت والبايت الثانيه 8 بت، 2 بايت. لو انا كتبت الموديل زي ما هو اللي هو 8 بليون 1 2 3 كمل بقى اصفارك،
وخدته زي ما هو ضربته في 2 اللي هو حجم الرقم الواحد عامل ازاي، تلاقي نفسك ان الموديل بتاعك، نرجع هنا اضربه في 2 كده انت خدت الموديل كله، هو انت كده استحوذت على الموديل كله. طيب لو انا عملت له كوانتايزيشن مثلا، حسيت مثلا ان 8 مليار ده كبير قوي، فور اكزامبل مثلا هاخد كام جيجا، مش هقدر احط الكام جيجا دول عندي، الجي بي بتاعتي صغيره، قال لك خلاص ممكن تعمل له كوانتايزيشن. اعمل له كوانتايزيشن ازاي؟ قال لك تعمل له كوانتايزيشن 8. ايه الكوانتايزيشن 8 ده؟ يقول لك مثلا مش بالظبط، بس هنقول مثلا ان احنا ايه، هناخد بس ال 8 بت دول، فساعتها هتضرب نفس ال 8 دول ولكن في واحد. وقال يعني بتقول ان دلوقتي الرقم اللي عندي هريبريزنته مش في 2 بايتس، في 1 بايت بس، بحاول اقلل حجمه كده، اصلا يعتبر خدت النص. طيب لا والله مش برضه بالظبط معايا، قال لك خلاص والله ممكن تعمل كوانتايزيشن 5 او كوانتايزيشن 4. كل ما بتعمل كوانتايزيشن انت بتحاول تقلل في الريبريزنتيشن او في حجم الموديل في النهايه. طيب خلينا بقى نطلع للكيس اللي عندنا، وليكن ان انا هستعمل الموديل اللي اسمه 3.1 8 بليون. تمام، 8 بليون دول والله انا هرنهم مثلا عندي على ماك بوك، الماك بوك ده فيه 12 جيجا جي بي يو او 12 جيجا في رام. حلو معاك كده كله توتال 12 جيجا. طيب انا هجيب الموديل ال8 اللي عندي، هعمل له كوانتايزيشن 4. تمام، قال له اضربه 6 من 10 يديني ايه؟ 4.8. الجي بي يو ال 12 جيجا الويتس لوحدها واخده 4.8 جيجا. نفس الكلام ده لو احنا جينا هنا كنا خدناه ان برضو نفس ال 8.03 وضربناهم بقى المره دي في 2، انت كنت محتاج 16 جيجا. 16 جيجا، انما انت هنا بعد الكوانتايزيشن بقى خدته كام؟ خدت 5 جيجا او 4. كنت ممكن تعمل كوانتايزيشن مثلا ل 8، تقول مثلا والله قال لا انا الكوانتايزيشن ده ممكن ياثر على الموديل، فاقول لك مثلا لا اضرب خلاص 8 في 1 ب 8، يبقى انت محتاج 8 جيجا. فعمليه الكوانتايزيشن هو بيحاول يقلل حجم الموديل عشان يقدر يفت او يتحط في الجي بي يو. فزاوي كل الكلام ده ان ديتيلز قوي هيبقى في السيشن اللي جاي اكتر، ولكن نحاول نكسر الايه الكلام الصعب ده الاول. طيب انت قلت لي ان اول حاجه عندي ان الموديل محتاج يسيف، احنا في ماشي اللي هي الويتس، ومحتاج الكي في كاش. مين بقى الكي في كاش دي او الكي فاليو كاشنج دي؟ انزل بقى تحت. بص لو انا جبت الموديل بتاعي اللي هو مثلا وليكن الموديل نفس اللي هو 3.8 بليون ده، ورحت جبت لك جي بي يو 12 جيجا، وانا جلال بس اللي بيستعمل ال ام ده، زي ما جلال و10 معاه، تقول لي الاجابه لا. طب زي جلال وبيكتب سؤال من سطر او البرومبت بتاعته من سطر؟ لا. طب لو جلال كتب برومبت طويله جدا جدا جدا، هل ده هيفرق؟ هل ده هيحتاج جي بي يو اكتر؟ هو ده اللي عايز اوصله لك. طبيعي لا، سؤال صغير مش زي سؤال كتير، سؤال كبير، يوزر واحد مش زي 10 20 يوزر مع بعض. عايزين نفهم مين هي الكي في كاش. المفروض لو حد راجع على التعريف بتاع الترانسفورمرز وكل الكلام ده، هتلاقي نفسك مثلا وليكن لو انت عندك حاجه اسمها كيو في، الكي والكيو والفي او الكي في كيو ده، هم دول الهيدز او التنسورز اللي عندك اللي هي بتشيل او بتكيش الميننج في الاتنشن. طيب خلينا اديك مثال في بالي، كلمه ذا بانك مثلا، انت بتكتب مثلا حاجه، تكتب مثلا برومبت، تكتب له مثلا كلمه ذا بانك، هو بيفهم، هيبدا مثلا يجنريت مثلا از دي. فالمفروض ان هو فهم ذا بانك وسيفها في الكي في كاشنج او الكي فاليو كاشنج، واز دي الكويري اللي جايه له المفروض يفهمها. فهو بيحاول يسيف الكلام القديم اللي هو عرفه، يسيف المعنى بتاعه عشان كل مره ما يجنريت توكن جديده او لما يستعمل توكن جديده ما يرجعش يفهم ده من اول وجديد. باي ذا واي ان هنا نفس الكلام، ان لما از اتحطت وجت بعدها كلمه كلوزد، هو المفروض فهم ان ذا بانك از موجوده، فهم معناها ايه. لما يجي يشوف يعني يكمل مش محتاج يرجع تاني يحسب الذا والبانك والاز، هو خلاص الكاشنج اللي عنده او الاتنشنز اللي عنده او الكي في كاشنج اللي عنده خزنت في الحته دي. معنى كلامك ايه؟ معنى كلامي ان كل ما الكونتكست يطول المفروض ان يحصل هنا يعني يبقى في مشكله اكتر في الجي بي يو، يستهلك جي بي يو اكتر، يستهلك فيرام اكتر، عشان الكاشنج ده او الكلام ده هيبقى متكيش كتير، كل الكلام هيبقى متكيش كتير، فهو عشان يبدا يجنريت محتاج جي بي يو اكبر. طب تعالى وريه بقى الكلام ده. نفس الكلام هنا، المودلز اللي هنا قلنا كيو في، يعني مره الكلام موجود في الكي، مره الكلام موجود في الفي، فادي 2 كام لاير؟ 32 لاير، في حجم لاير كام؟ 8، وعندها كام هيد وكل الكلام ده. خليني بس نبص على الحتتين دول، اهم حاجه بالنسبه لي، لان دول بالنسبه لنا ثابتين حسب الاركتكشر او الديزاين بتاع الموديل، هم دول اللي عايز اتكلم فيهم.
ال8 كي الكونتكست اللي معاك ده، هنا انت بتقول له والله لو انا اقصى حاجه هستعملها 8 كي، الكونتكست بتاعي يبقى 8 كي، ويوزر واحد بس اللي هيتكلم في نفس اللحظه، يوزر واحد بس اللي هيتكلم. محتاج هنا كام؟ قال لك والله بالايكويشن دي انت مش بتحفظ حاجه، بس بفهمك الدنيا رايحه فين. محتاج مثلا 1.1، خلاص يبقى انا معايا ايه 4.8 و1.1 اجمعهم الاثنين على بعض 6.9، وانا اوريدي معايا 12، ده انا جميل جدا، ده انا كده زي الفل. طيب ما هو نفس الموديل لو هياخد كونتكست اكبر هتكتشف ان نفس الموديل ممكن تلاقيه 4.8، وانت واقف بعيد كده ممكن تقول ايه والله 4.8 ده موديل وانا معايا 12، انا كده خلاص اقدر اعمل اي حاجه. لا، تقدر تعمل كل حاجه بس على كونتكست معين، لان الكونتكست بتاعك كل ما هيكبر، كل ما هيبقى فيه هيستوري في البرومبت، كل ما هيبقى فيه حاجات هتتكايش اكتر، هتلاقي نفسك رايح لسكه ان الموديل كويتس محطوطه، كويتس واخده مثلا 5 جيجا، بس الكونتكست كله اوت اوف ذا ميموري، الدنيا ضربت معاك. وهنشوف اكزامبل زي الحاجات دي كتير. طيب اكزامبل 2 دي مثلا اللابتوب دي ماكن ورك ستيشن مثلا، هنرن كوين 2.5 14 بليون، 14 بليون ده تمام، هعمل له كوانتايزيشن اقدر اشتغل عليه بالطريقه دي. انا محتاج يعتبر 9 جيجا، الكونتكست سايز بتاعي هنا هيبقى مثلا 16 كي، يبقى انا هنا محتاج مثلا 3.2، ده كله كده تمام قوي. ده كده محتاج 13.1، ده لو معايا ار تي اكس 3090 او 40 او 4090 زي الفل. بس كل ده بتكلم على ايه؟ يوزر واحد، يوزر واحد، الكونتكست بتاعه عامل ازاي؟ طب لو في 2 يوزرز هل الكلام هيتغير؟ هو ده بقى اللي عايزين نبدا نشوفه قدام، وهيغير في ايه وهكذا. ونفس الكلام برضو، هل لو الكونتكست صغير كبر هيحصل حاجه؟ هيحصل حاجات كتير. طيب ده لما 3.1. بصوا بقى على لما 3.3 اللي هو ايه؟ اللي هو 70 بليون. اللما 3.3 هتكتشف هنا حاجه، ده حاجه مثلا 70 بليون، 70 بليون عملنا برضه كوانتايزيشن، احنا عايزين 42 جيجا في الفي رام بس عشان نحط الويتس بتاعته، بس ما عملناش حاجه. الكونتكست بتاعه 32 كي، اما نضرب نفس الايكويشن في بعض يلا بينا على يوزر واحد تلاقي 5.4 او 5.4. هنا حاجه نلاحظها، ايه هي؟ ان هنا الموديل اللي كان حجمه 8 بليون بالايكويشن بالكونتكست اللي كان محطوط بتاع 1.1، لكن لما رحنا للما 3.3 الموديل نفسه كبر جدا، الموديل نفسه كبر جدا، كان الاغلب رايح في الويت، ولكن برضه الكونتكست هنا ما اثرش جامد قوي، هنا 1.1 هنا 5.4، وده يديك ان الويتس هي بتاخد اغلب الحاجه، في نفس الوقت نخلي بالنا من الكونتكست انه برضه بيكبر معانا. التوتال هنا هيبقى 48. طيب بيقول لك اهو the pattern weight scale with parameters KV cache scale with context، ودي المهم. تمام. بيقول لك هنا مثلا نوت مثلا لو انت عندك كي في كاش بيرد تشينجز مثلا عندك 8 بليون 8 كي 1.1 قلتها لكم فوق، وال70 بليون 5.4، وده بيكوز لان لاما بتستعمل حاجه اسمها جروب كويري اتنشن اللي هو الجي كيو اي. هنفهمها اكتر الجي كيو اي في السيشن اللي جايه، بس هو هنا بيوضح لك فكره ان الاركتكتشر او الديزاين اللي معموله بيه لاما 3 بغض النظر عن لما 2 كانت حاجه ثانيه خالص، بداوا ان هم يتعاملوا مع الايكويشن او مع اللاير او مع عدد الهيدز تبقى ثابته او الحاجات ده كله، فده خلاه لما يكبر عادي يكبر في الويت، لكن الكونتكست ما يتاثرش قوي. هنفهم دي قوي ليه قدام اكتر، هنشوف عليها اكزامبلز، ولكن انا عاوزين نطلع منه هنا عشان الديزاين هنا اللي اتعمل في لاما 3 معمول بشكل معين، او في ابديتس حصلت في لاما 3 عن لاما 2، فده ظبط لنا شويه حته الكونتكست. وانا ليه بقول حاجه زي كده وهتفتح حاجه شبه كده؟ ساعات بنشوف بوستس او نشوف حاجات بتتكلم يقول لك لاما عملت حاجه مش عارف بتقلل الكونتكست سايز، لاما مش عارف بتعمل ايه، بتخليك تعمل باراليزم مش عارف فين. انا حاطط حاجه شبه كده عشان نوضح لما نلاقي حاجه شبه كده ممكن نقراها، وممكن نكتشف ان لما نقراها ده احنا فهمنا حاجه جديده جدا، احنا فعلا فهمنا نختار الموديل ده ليه، واستحاله نقرب من لاما 2 دي مثلا او الحاجات القديمه دي، وعندنا اسبابنا. تمام. هنا بيقول لك برضو السبب يعني ان انت عندك الثمانيه كي في هيدز دول ثابتين، الديزاين عموما او الامبلمنتيشن بتاع لاما مثبت الثمانيه دول، فده اللي مخليك دايما ايه، وحجمهم يعني، فده اللي مخليك دايما كل ما بتكبر حتى ما بتاثرش قوي، بيحصل كاش جروبنج نفهمهم في الايه،
في المحاضره اللي جايه. اهو ده نفس اللي انا قلته. ايه معنى كلمه الكي في كاشنج؟ بيقول لك ان المفروض عشان هو يبدا يفهم الكلمه اللي عليها الدور كان او يجنريت اصلا الكلمه اللي عليها الدور، المفروض ان كان بيرجع يفهم كل الكلام اللي كان قبل كده. هو عشان يفهم كل الكلام اللي قبل كده يرجع يحسبه تاني. فالحل ان احنا نكيشه بحاجه اسمها الكي والفي. كل ما الكي والفي دول كان حجمهم اكبر نكون فاهمين، يبقى الكونتكست بتاعنا احسن ونبدا نفهم ونجنريت. اتمنى تكون الطريقه دي يعني فهمت بقى الفكره. طبعا طرق الكوانتايزيشن اللي برضه محاضره ثانيه لوحدها خالص، ولكن نبدا نفهم هنا ايه ان طرق يعني لما وزاره الكوانتايزيشن ما كانش حاجه كانت هترن، ما نقدرش ايه نرنها. خلينا برضه نقول بيقول لك بروبلم اهوت، احنا عندنا موديل كيبز كراشنج، عندنا موديل بيبوظ في ايه يا عم؟ قال لك والله انت مثلا انت ملود مثلا او واخد الموديل 2.5 14 بليون عامل له كوانتايزيشن، وده واخد منك مثلا 12 جيجا جي بي يو. الويتس انت وانت اوريدي قصدك عندك قصدي جي بي يو الفيرام بتاعتها 12 جيجا، الويتس بتاعتك محطوطه في 9 جيجا وكله تمام ومفيش اي مشكله. اول ما تحط عندك كونتكست كبير يضرب على طول معاك. الكونتكست ده اكبر، ما انا قلت لك الموديل نفسه بقى محطوط بس الكونتكست سايز او الكي في كاشنج اللي عندك ضرب تمام وحصل اوت اوف ايه اوف ذا ميموري. طب الحل هنا ايه؟ الحل هنا اللي انت لازم خلاص يا اما تجيب جي بي يو ثانيه، يا اما تعمل كوانتايزيشن اكتر من كده، او تغير الموديل او تقلل الكونتكست. الكلام لو حتى انت حاسس ان هو صعب اقعد فكر فيه مره واثنين وثلاثه. احنا اهم حاجه عندنا في السيشن دي ان انت تبقى مجمع ان الجي بي يو دي مش ساحره، هي حاجه ليها حجم ثابت، انا بحاول ان انا اظبط نفسي على السايز بتاعها. طيب تعالى بقى ايه نلعب مع بعض في الجراف الجميل ده او الانتراكتيف دي. بصوا كده، لو انا رحت جبت موديل حجمه 8 بليون ماشي ومعمول له كوانتايزيشن على 4، الكونتكست سايز بتاعي 8 كي، والراجل اللي هيستعمل الموديل ده او الكلام ده هيستعمل واحد بس في الشركه ماشي حلو. معايا والله ار تي اكس 12 جيجا 3060. بالطريقه دي انا عاوز جي بي يو، ايه اللي هيحصل في الجي بي يو؟ قال لك والله الويتس اللي عندك هياخد 4.8 ويت، الكي في كاشنج اللي عندك عامل ازاي، واوفر هيد اللي هو البفر اللي معاك عامل ازاي. طب سؤال، قول لو الكونتكست توكنز دي اكتر، لو هدخل برومبتس اكتر فيها تكست اكبر، حجم البرومبت بيتغير، الكونتكست سايز بيكبر، ايه الحل؟ قال لك بص كده، لو بقت 10 بص كده لاحظ مين كل ما كتر الكونتكست سايز لاحظ مين اللي بيكبر. بص اللي هو مين؟ اللي هو الكي في كاشنج او اللي هي الحته البار الاخضر ده. بص هو ده اللي بيبقى، هو ده المسؤول عن الحته دي اكتر تمام. طيب لا يا عم خلاص، بص طب ده كبير جدا يا جلال هنحلها ازاي؟ خلاص اضطر اروح اجيب جي بي يو اكبر، ده حل من ضمن الحلول. جبت مثلا جي بي يو مثلا ار تي اكس 4090، طب جامد جدا. ده بص ده في اتنين ممكن يستعملوه مع بعض في نفس الوقت. بص دايما هتلاقي كي في كاشنج بايه؟ بيكبر معاك، وقدام ان شاء الله نفهم الكلام ده اصلا كمان مسافاتك اللي بيحصل ازاي. بس هنا عايز اوضح لك ايه، ده احنا والله مش بس الموديلز ويتس هي المشكله، لا ده طريقه الكوانتايزيشن واللي يعني خلينا نرجع ان في تو يوزرز بس اللي هيستعملوا الموديل بتاعه، والموديل ده هنعمل له كوانتايزيشن عند 8 بس. بص كده عندك، والكونتكست سايز بس هنوصله مثلا وليكن ل 8، ادي الكونتكست سايز بتاعه، وهكذا. هتلاقي نفسك الدنيا معاك ستيبل. طب ده في 3 هيستعملوه، في 4 ممكن يستعملوه، يبقى انت بتشوف الكيس بتاعتك كامله. مش بنروح بقى فرحانين لموديل رن مره خلاص يبقى هيطلع برودكشن يرن، لا هنقع لما يبقى في ناس كتيره بتستعمل الموديل بتاعنا، هنقع لما يبقى في كونتكست كبير علينا، هنقع لما نكون مش مختارين الكوانتايزيشن الصح بالنسبه لنا وعارفين الاكيرسي طالعه عامله ازاي. اتمنى يكون الكلام ده كله يكون مفهوم بالشكل البسيط يعني. طيب ذا كونفرجن ذات موديل لوكال ريال. طيب احنا بنعمل كوانتايزيشن عشان بنريديوس الويتس اللي عندنا. وخليني ارجع هنا تاني، هي بشكل مبسط كده، هي مش دي حقيقه بالظبط ولكن ده ابسط مثال ممكن تفهم بيه اللعبه عامله ازاي. زمان في المواد بتاعت اللوجيك ديزاين وبتاعت الباينري سيستم والحاجات دي كان يجي يقول لك ايه؟ يقول لك لو انا عندي مثلا خانتين 2 اقدر امثل فيهم الرقم بتاعي. اديك مثال، انا مثلا عندي ويتس بتاعت الموديل اقدر اكتبها في خانتين 2، فاحتمال الخانتين دول ممكن يقولوا ايه؟ قال لك اما 0 1 اما 1 0 اما 1 1 اما 0 0. طب لو 3 خانات والله يبقى 1 1 1 مثلا، او 1 0 1 مثلا، او 0 0 1 1 1 0 0 او 0 1 0 اللي هم كام؟
الموديل 3 خانات يبقى 2 اس 3 يدوك 8. 8 احتمالات للرقم. طب لو هنا يبقى 2 اس 2 4 احتمالات للرقم. طب 2 اس 2 اللي هم 4، 2 اس 3 اللي هم 8. طب 2 اس 4 16. طب 2 اس 5 مثلا 32. 2 اس 6 64. قال لا انت قصدك ايه؟ انا قصدي ان عدد الكانات اما بيكبر، عدد الكانات لما بيكبر ده فور اكزامبل بسيط يعني ليك، مش زي بقول لك الحاجه بالمية، بس عدد الكانات لما بيكبر بقدر امثل الارقام اللي عندي او يبقى عندي probability اكتر او سكيل اكتر اخد في الارقام دي. لو انا عندي قعدت اقص في الارقام دي او انا قعدت اقلل حجمها، انا اكتشف في الاخر ان الموديل حجمه قل. الموديل اللي كان بياخد في الميموري بتاعتك 2 بايتس اهو بقى لا ياخد 1 بايت بس. الموديل اللي كان بياخد 16 جيجا بياخد 8 جيجا. تمام. طب هل الكوانتيزيشن ده ياثر علينا ازاي؟ كده في فيديو كبير هيبقى على الكوانتيزيشن بس ونشوف مسألة برضه بيحصل فيه ايه، ولكن تعالى نبص كده ايه الدنيا عامله ازاي. في العادي انت بتاخد الموديل كله بيبقى في 2 بايت ويبقى كلها اللي زي ما قلت لك 16 بت 2 بايت 16 بت، وده موديل كله. تعمل له كوانتيزيشن في 8 يبقى انت كده قللت تعتبر 53% من الموديل او معاك 53% من الموديل. كل شويه بتقعد تعمل كوانتيزيشن في حجم الموديل بيقل، لكن انت لازم تكون فاهم ان حجم الموديل بيقل وبتضحي شويه برضه بالبرفورمانس او بالاكيورسي بتاعته. تمام. يقول لك هنا ايه اكزامبل سيم موديل 3 كوانتيزيشن ايه تكنيكس يعني او اوبشن. عندك موديل مثلا 3.18 بليون رنين على 3060 12 جيجا. لو الموديل ده زي ما هو ضربناه في 2 بدون كوانتيزيشن مش هيشتغل في الميموري. لو عملنا له كوانتيزيشن لا هيشتغل بسرعه معينه او بنسبه معينه. طب لو عملنا كوانتيزيشن اكتر لا هيشتغل اكتر وهكذا. تمام. بيقول لك هنا برضو هنا ايه ازاي يعني ده جراف كده برضه معمول ازاي الكوانتيزيشن ده ممكن ياثر علينا. فخلينا نبدا نبص كده ايه بيقول لك الفيجوالز اللي قدامك دي وليكن الارقام اللي عندك. لو انت جيت 2 اس 16 هيديك الرقم ده اللي هم 65536 اوبشن. عنده فرايتي كبيره من الارقام يقدر يبريزنت الارقام بتاعته في سكيل كبير جدا. لكن لو 8 لو احنا عملنا كوانتيزيشن يعني 8 تلاقي ان الارقام دي بتتغير بس مش تغير كبير قوي بالنسبه للحقيقه يعني. لو كوانتيزيشن اكتر الارقام دي بتبعد اكتر، لو كوانتيزيشن اكتر لا الارقام دي بتبعد خالص. فاحنا لازم نكون فاهمين بناء على ايه او ان ليفل اوف كوانتيزيشن ممكن ينفعنا، وهنبدا يعني انديبس نقدر نخش في الموضوع ده ايه قدام اكتر. طيب بيقول لك باي ديفولت برضه كيو 4 اللي هو كوانتيزيشن 4 و5 ده يعني كليك 90% من ايه من الموديل. طبعا لو اكتر يبقى احسن. اتكلمنا وقلنا في فوق فايلات بتنزل اللي هي حاجه اسمها جي يو اف وحاجه اسمها السيف تنسر. طيب بشكل بسيط خالص زي ما قلت لك لو هنرن قلامه عندنا قلامه بترن على الجي يو اف، باخد الموديل زي ما هو كله على بعضه بالميتا داتا بتاعته التوكنايزر بتاعه بيتكتب فيه طريقه الشاتنج بتاعته عامله ازاي، معمول له كوانتايز جاهد وخلاص. انما السيف تنسرز دي هي ده الفايل بيبقى فيه ايه كل الويت اللي موجوده، ونقدر نلعب بالويتس دي ونعمل لها فاين تيونينج. فبس عشان تبقى المسميات دي تبقى ودانك واخده عنها اهو. سيف تنسر ده في التريننج والفاين تيونينج، ده في الانفيرنس على طول. ده بيجي زي ما هو كده. احنا هنا بنعمل له بقى كوانتايزيشن وايه والحاجات اللي احنا قلنا عليها عشان ما تحس ان الدنيا تقيله عليك. فري ده الحته اللي قلت عليها فري دازنت اولويز مين ايه لوكال. انت ممكن تروح تجيب فري تيلز او ممكن تجرب كام تجربه من جروك من توجذر من جيميناي فري اللي بيدينا ساعات من اوبن راوتر من اي حد بيديك اوبن تريل تجرب بيها. انت كده مش لوكال. انما لو انت بقى تجرب تنزل الموديل عندك والكلام ده كله هو ده الايه اللوكاليزيشن اللي احنا بنتكلم فيه. وقلنا الكيس اللي احنا بنتكلم فيها. من ضمن المشاكل اللي قابلتني خالص في الاول وانا بجرب ما كنتش ببص على اللايسنس بتاعت الموديل. ما كنتش بقى مهتم قوي ازاي الموديل ده مع اي موديل اوبن سورس وهنزله خلاص. في الحقيقه ان انت ممكن لو عملت حاجه شبه كده الشركه ممكن تقضيك، انت لو فكرت يعني هتقضيك. الموديل في موديل اوريدي مش معاها اللايسنس اللي تبقى كوميرشال تقدر تستعملها. انت عندك لايسنس شبه اباتشي 2 ام اي تي دي ما فيش فيها مشكله، ما فيش اي ليميتس عليها، استعمل ونزل شغلك واعمل فاين تيونينج وظبط الدنيا. لكن حاجات بقى شبه جيم نوت كوميرشال الكلام ده كله لا، انت محكوم بشويه ايه ريستريكشنز هم قايلين عليها. فخلي بالك الموديل اللي تستعمله ده خش على هايجنج فيس شوف اللايسنس بتاعته عامله ازاي. في الغالب لو هو اباتشي 2 او ام اي تي ده نقدر نستعمله عادي في الايه الكوميرشال يعني او نقدر ننتجريته في الايه في الحاجات بتاعتنا. طيب قبل ما ننقل اي حاجه جديده دي صوت يعني شويه من الاسئله كده ممكن توقف الفيديو تحاول انت تجاوب عليهم تحس نفسيا كده هل ان انا فهمت الدنيا فوق كانت عامله ازاي،
فهمت تاثير الجي بي يو مع الكاشنج. ده انا محتاج اختار جي بي يو عامله ازاي، اخلي بالي من الكونتكست امتى، ده انا استعمل انهي موديلز ازاي، والكلام ده كله. ده هيبقى بس كده ايه بوينت كده انت تقدر يعني تتاكد ان انت اوريدي معانا يعني. طيب وات هاردوير دو يو اكشلي نيد. طيب في ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنتكلم اكتر عن ايه انواع الجي بي يوز، استعملها امتى، ازاي، كل الكلام ده. ولكن بس انا بحاول افتح للايه الفيديو اللي جاي تبقى فاهم ايه اللي هيحصل. احنا هنا مثلا سي بي يو قول لي امتى نستعملها. والله مثلا موديل صغيره شبه 5 3 كول 1.5. يعني مثلا زي ما بقول لك لو جيت هنا شفت ولما عندي عامله ازاي، انا مش جايب مثلا موديل صغيره فاهمني، مش كبير قوي زي ما انت مفكر يعني. وحتى موديل 20 بليون ده معمول له كوانتايزيشن، وده مثلا 2 بليون محكوم بالجي بي يو اللي معايا، فبتحكمني في حاجه شبه كده. لكن لو انت عندك جي بي يوز اكتر، لا هتبدا تجيب موديلز حجمها اكبر والكوانتايزيشن بتاعك هيختلف. لو انت لا ورك ستيشن هتعلى بالكلام ده كله، انت معاك كلاستر هتقدر تجيب حاجات جامده جدا. ولكن احنا بنحاول هنتكلم اكتر بكتير عن الجي بي يوز والهاردوير، وازاي نجيب الجي بي يو المعينه، وازاي نقرا البيزنس بتاعنا وبناء عليه نختار. كل الكلام ده في الحلقه بتاعت الجي بي يو اللي جايه ان شاء الله. طب ازاي نبدا ايه نرن كده حاجه على السريع مع اولاما. احنا ممكن نخش هنا على طول نقول اولاما موديلز، تقدر تنزل اولاما عندك في انستول اولاما عندك، وتخش على الموديل اللي انت عاوزه. في باتش كبير او في بارت كبير جدا لاولاما. لكن دي بس كده عشان الحلقه ما تنتهيش بدون اي ما نجرب اي حاجه. وليكن مثلا والله انا اجرب مثلا لاما 2.3. قال لك والله ده موديلز فري عندك تنزلها. الموديل ده حجمه في منه 1 بليون، في منه 3 بليون. الموديل ده يقدر لو انت عندك باني مثلا ايجنت سيستم بيكلم تولز وبتاع، يقدر انه يكلم تولز. وده ازاي ان احنا ممكن ننزل الموديل. وليكن ممكن مثلا لو انت عايز الموديل ده نفتحه بس كده وناخد الايه، نعمل كوبي ونيجي هنا عندنا نقول ده كله كده على بعض اهو، وتدوس انتر على طول. الموديل ايه ينزل معاك ويشتغل معاك عادي. اوريدي اصلا انا منزل انهي موديل، انا منزل الموديل الاخير ده اللي هو الليتس ده. لو جينا كده عندي هنا خليني كده نجرب واحنا مع بعض. ده كده كمان واحد تاني بيحاول ينزله، بيحاول انه ينزل الموديل عندي، يقول لك يلا ايه جرب. هاي مثلا ماي نيم از جلال، اعمل ايه وازيك وبرصح لك ايه. تمام. طيب برضو بالمره ممكن ان احنا نجيب مين الموديل اللي شغال عندي ده. الموديل ده بتاع لاما معمول له كوانتيزيشن كيو 4، هو اصلا حجمه 3.2، معمول له كمان كوانتيزيشن عشان يشتغل. الكونتكست سايز بتاعه كويس مش وحش. كمان نقدر نشوف هنا الجي بي يو اللي عندي. السينك ان هي هيبقى ممكن نبص على حاجه ولا بتاع، مش مستهلك كبير قوي من الجي بي يو يعني. كمان نقدر نشوف برضو الموديل ده مستهلك قد ايه من الجي بي يو. استنوا ممكن نقول موديل اولاما بي اس، الموديل ده واخد قد ايه من السي بي يو، واخد قد ايه من الجي بي يو بتاعتنا. 77% منه في الجي بي يو و23% منه في السي بي يو. نقدر في السيشن بتاعت اولاما نجرب حاجات كتير، بس انا بحاول افتح الدنيا ان احنا عندنا حاجه اسمها اولاما ونبدا الناس تنزل وهكذا. لان اغلب زي ما قلت لكم اغلب بارت هيبقى اول البارت الكبير ده او الفاونديشنز دي هيبقى اغلبها نظري، وهيبقى في شويه حاجات بس بسيطه في العمل يعني. طيب نبدا نفهم متى على النبي يعمل ايه. والله قال لك ده موديل 3 بليون اللي معاك ده شاطر ان هو يفولو الانستراكشنز بتاعتك، يعمل سمرايزيشن، يكتب لك برومبت، يعمل يرن لك تول. وفي بنش مارك تقدر نبص عليها، نعمل حلقه كبيره جدا للبنش ماركس دي عشان في هاكس كتير بيحصل فيها. هنقدر نشوف البنش مارك دي، ده الموديل ده ناجح في كذا، لا بيعرف في ريزنينج كويس، وانت شاطر في الماس. فلما نقدر نقرا بنش مارك ونقدر نفهم الموديل ونفهم الجي بي يو ونفهم الكونتكست سايز، نفهم الكيس كلها عامله ازاي، هنلاقي نفسنا عارفين نترجم الكلام ده بشكل افضل لليوز كيس بتاعتنا والبيزنس بتاعنا. كمان نقدر نشوف ان هو بيتكلم هنا الماني وانجليزي، كل الكلام الجميل ده. طيب ورجعنا هنا هو بيقول لك اهوت ازاي ممكن تبول الموديل على طول عندك، او ايه تقول له رانر. اوتو رانر ده بيبول على طول، بياخد الموديل وعلى طول بيشغله لك. كمان اي ثينك يعني ان كمان احنا ممكن نشغل الكلام ده بايثون. قول ما عندك ماسكه البورت اللي هو 11 434، تلاقي عندك حاجه اسمها جنريت وحاجه اسمها تشات. هو بيقول لك مثلا ايه ان البورت ده حد مستعمله هو اوريدي اللي شغال قدام عليه. لو انا شغلت عندي الدنيا هتشتغل عادي. وهنا بس بيحاول يقول لك ايه ان البورت ده اوريدي شغال، وده البورت اللي انت ممكن تتكلم بيه.
تحطه عندك عادي في الكود بتاعك وتنتجريت اي شغل انت عاوز تشتغل. بروبلم Ulama is slow on my machine. ده مش كويس معايا. طيب عشان انت ممكن تكون مستعمل موديل حجمه كبير جدا على الجي بي يو، نقله تاني مستعمل كونتكست سايز عالي، مش عامل كونتكست صح، كل الكلام الجميل ده. كمان نقدر نشوف استهلاك الجي بي يو بتاعتنا عامله ازاي. لو جينا هنا كده وقلنا بدل سم اي، تلاقي الموديل بتاعي اللي انا مستعمله اللي هو الجي تي ار تي اكس 2050 جي فورس، موديل 4 جيجا صغير خالص. الموديل ده نقدر نشوف كمان قد ايه احنا مستهلكين منه قد ايه. باي ذا واي مش الموديل بس واخد حته من دي، او بي اس اللي انا بشير معاكم بيه دلوقتي برضو بيستهلك. نقدر نقول الموديل عندنا وقلنا ولما بي اس ده هيظهر الدنيا كلها عامله ازاي. واخر حاجه عايز افتح بس فيها كلام كده عشان المرات اللي جايه. في اركتكتشرز يقول لك دينس، وفي حاجه اسمها ام او اي، مش عارف لو جايبها هنا نشوف كده مثلا الحاجات بتاعت مستر مثلا او الحاجات دي. خلينا مثلا نيجي نمسك اي موديل فوق، كل حد يقول لك ام او ايه الام او اي ده. تمام، خلينا نبدا نفهم الحته دي بطريقه كده تكون فيها فيجوالز لحد ما نيجي عندها. بس بص، في العادي الموديل المفروض انه بيفهم كل الويت وبيرن كل الويتس اللي عنده ويشتغل، فبيحتاج جي بي يوز كبيره جدا، حجمه كبير جدا، ففي جي بي يوز كبيره جدا بنستعملها عشان نقدر نرد عليه. حلو جدا. طيب ايه بقى الام او اي؟ قال لك ميكشر اوف ايه؟ اوف اكسبرتس. ايه الفكره بتاعته؟ قال لك الفكره بتاعته ان لما هاجي اختار موديل معين، او قصدي اما اختار توكن معينه او هشتغل او هجنريت او هعمل ايه على التوكنز دي، مش هرن كل اللايرز اللي عندي. امال انت عندك مين؟ قال لك ده انا هيبقى عندي سورت اوف اكسبرتيز، مجموعه من الخبر بيزد اون الكلمه دي. مش هرن كل اللايرز او كل الويتس اللي عندي، لا ده انا هختار مين اللي ترن ومين اللي لا. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت ممكن ترن، وده اللي اتقال هنا مثلا في موديل المستر اللي هو 8 7 بليون. معناه ايه؟ اللي هو فيه 47 بليون بيرن كانه 13 بليون. بترن موديل 47 بليون كانه 13 بليون. ليه؟ لانه ما بيرنش كله، هو بيرن اللاير بس اللي عاوزها بيزد اون التوكن اللي هو شغال فيه، بيفهم انهي واحده ويرنها ويخلي بقى ايدر ما يشغلهمش. تمام. اتمنى تكون الحاجات دي الحلقه دي كلها او الفيديو ده كله انترو نفتح بيه كلام، تدور بعدي. ده انا هفهم بقى اكتر ايدي بتعمل ايه، دور بعدي. ده انا هفهم دلوقتي ازاي الجي بي بتتحسب ومش عارف ايه، دور بعدي. ليه؟ عشان نكسر بس المصطلحات اللي تبان للناس ان هي كبيره على الفاضي. طيب المفروض وات وي ايبل تو بعد ما نخلص كل الكلام ده بقى نكون قادرين ان احنا نبيلد سيرفيس كامله عندنا، نديبلويها ونقدر نشتغل بيها ونعمل فاين تيونينج وهكذا. خليني كمان قبل الحلقه الجايه محتاج انت تنزل Ulama، تبدا تستون عندك موديلز، تعرف تقرا الجي بي يوز بتاعتك، تختار ايه انسب موديل بالنسبه لك، تعمل حاجه اسمها موديل فيت المره اللي جايه تسينك او ايه الانفيت تقدروا تدوروا عليها، ويقول لك ابدا جرب الموديل ده وجرب الموديل ده وشوف انهي موديل اسرع لك واحسن لك وكل الكلام الجميل ده. بنهايه كل سيشن هنلاقي عندنا مجموعه من الكي ووردز او الفوكابلري ممكن ان احنا نقراه، نتعلم عن كلمه توكن، ايه الكونتكست سايز، ايه البارامترز، ايه الجي يو اف اللي انت قلت عليه ده، معنى كلمه انفيرنس، ليتنسي، ايه الكي في كاشنج، اللورا والكلام ده كله، عشان بس المصطلحات دي لما نستعملها قدام تبقى الدنيا اسهل. وبرده بنهايه كل سيشن هيبقى فيه واحده فيها فوكابلري برده في الكلام ده. بس المفروض ان شاء الله هنبدا ان احنا نشتغل المرات اللي جايه نتكلم ايه هي الجي بي يوز، ايه هو الهاردوير اللي احنا بنستعمله بقى، نخش ان ديبس في ريال كيسز. لو عندنا 10 يوزر بيستعملوا ايه اللي ممكن ياثر علينا، لو عندنا يوزر بس اللي بيستعمل هيأثر علينا ازاي، طب كل يوزر كونتكست عامل ازاي، عشان الناس اللي بتستعمل راج يبقى برضه عارفين الداتا ريتريفر اللي هتجي لنا حجمها عامل ازاي، كل الكلام ده. اتمنى يكون المحتوى مفيد. انا اوبن جدا لاي حد عنده اي كومنت او عنده اي فيدباك يحب يحطه في الكومنتس. اي حد محتاج يكولابريت معايا باي شكل من الاشكال في الكورس، انا اوبن جدا لاي حد يعني نتكلم على طول. ان شاء الله المره اللي جايه نتكلم عن الهاردوير والجي بي يوز وازاي نقدر بقى نخش انديس في الحاجات دي كلها، نقدر نفهم البرودكتس او مميزات الكروب بتاعت نيفيديا مقارنه بالحاجات بتاعت اي ام دي، مقارنه بالحاجات بتاعت ابل، نختار انفراستراكشر عامله ازاي لينا وكل الكلام ده، وده كله ياثر علينا ازاي ككوست وكتوكنز وكل الكلام الجميل ده. شكرا ليكم، وان شاء الله الحلقه اللي جايه ما نتاخرش عليها. السلام عليكم.